السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال طيبه ان شاء الله. كما عودتكم دائما سمسمه بيوتي تحاول تجيب لكم وصفات اللي سهله اقتصاديه وصحيه وفي متناول الجميع. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيكه بالكورجيت اللي رائعه 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 بزاف، صحيه في نفس الوقت، بمكونات اللي رخيصه وموجوده في كل البيوت، سهله التحضير وتتجيه شيشه وناجحه. دابا بلا ما نطول عليكم خليكم مع الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. في اناء سندير رشه ديال الملح، غنضيف بيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، غنضيف ليها نص كاس ديال زيت المائده. كما تتشوفوا نص كاس راه ما عامرش مزيان، نص كاس يكون ناقص شويه ديال زيت المائده. غادي نضيف كذلك هنايا نص كاس ديال السكر سنيده، انا استعملت هنا السكر البني، اللي ما متوفرش عندنا يمكن لا تستعمل غير السكر سنيده العادي، تيبقى اختياري ليكم. وتنحرك العناصر كاملهم مزيان حتى تيتخلط مزيان البيض مع السكر سنيده مع الزيت. دابا غادي نضيف كاس كما تتشوفوا ديال الكورجيت او القرعه الخضراء، محكيته بالحكاكه الرقيقه، كاس ديال العنبه اللي عبرت. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزبيب، ونص كاس ديال التمر اللي قطعته طريفات صغار. صافي تنخلط العناصر كاملهم مزيان حتى تيتخلطوا لنا كاملهم مزيان. من بعد تنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه اللي تتواتى مع المذاق ديال التمر والزبيب. تنضيف نص كاس ديال الشوفان، من الافضل تاخذوا الشوفان اللي تيكون رقيق، كما تتشوف بحال هذا اللي استعملت تيكون رقيق، ما تاخذوش الغليظ. وتنحرك العناصر كاملهم مزيان غير بالخلاط اليدوي، اللي بغات تستعمل الخلاط الكهربائي يبقى اختياري ليها. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال دقيق القمح الكامل، طحين ديال الزرع، من بعد ما غربلتو حيدت له النخاله ديالو. تنعبروا نص كاس كما شفتوا، نص كاس ديال الكاس العنبه تنضيفو، وتنضيف ليه واحد الخماره حمراء او ما يعادل معلقه صغيره ديال الخميرات الحلويات. تنحركوا العناصر كاملهم مزيان. صافي تيولي لنا القوام ديال العجين على هذا الشكل هذا. في الاخير تنضيف واحد الساشي ديال الفاني اللي تيجي الطعم ديالو زوين، تيتواتى مع المذاق ديال القرفه. صافي دابا خديت المول، غنستعمل انا هذا المول هذا الطويل، دهنته مزيان بالزبده وغادي ندير فيه العجين. تنحاولوا نحركوها مزيان باش نقادوها في الجوانب مزيان. تندخلها للفران بعد ما شعلت له تيسخن، تنقصوا له تنخليوه حتى طيب على درجه حراره تكون ناقصه، بحال كنطيبوا الكيك العادي. ها هو ديال الكيكه ديالنا من بعد ما طابت استغرقت واحد 40 حتى 45 دقيقه. تتجي على هذا الشكل هذا، تتجي هشيشه بزاف وصحيه في نفس الوقت. غنقطع لكم واحد الطريف تشوفوا كيف تتجي. صراحه هاد الكيكه غزاله، تحضروها للوليدات ديالكم يفطروا بها الصباح، شي حاجه اللي صحيه يديوها معاهم للمدرسه تياكلوها وانتم عارفين بان وليداتكم حضرتوا لهم شي حاجه اللي صحيه اللي تنفعهم في صحتهم. كما تتشوفوا راه تجي هشيشه بزاف، والمذاق ديالها تيجي رائع. وكما قلت لكم حتى المذاق ديال الكورجيت نهائيا ما تيبانش فيها، بالعكس تيعطي واحد الطعم غزال. كما تنقول لكم دائما الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، خليو لي كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده للجميع. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم.